دي الدكتورة منى السروجي اللي سحبت على نفسها بدل القرض قرضين عشان تسدد لجوزها ديونه، واللي كان جزائها إنه قتلها وقتل بناته الاتنين. الحكاية بدأت لما الدكتورة منى اتجوزت زميلها الطبيب صيدلي، وهي كان عندها صيدلية خاصة بيها وقف فيها، وربنا أكرمهم بولد وبنتين. في اعترافات الدكتور أحمد عاطف قال إن هو كان بيحرق الأدوية، بمعنى إن هو كان بيبيعها بأقل من السعر اللي اشترى بيه، وبكده بقى عليهم ديون كتيرة. وطبعا الديون دي باسم مراته لأن الصيدلية بتاعتها، وطبعا مصاريف البيت كتيرة. ابنهم في كلية الهندسة جامعة اسكندرية، والولاد البنت عندهم في ثانوية عامة والتانية لسه عندها 8 سنين. والدة الدكتورة منى كانت بتساعدها لأنها عارفة الظروف، حتى إنها مدية الفيزا بتاعتها لبنتها عشان لو عايزت حاجة تسحب من فلوسها. المشاكل بدأت تكون بين الدكتورة منى وجوزها الدكتور أحمد عاطف، اللي بتقول له إن أنت السبب إن اسمي بقى مديون، وأنا جبت لك بدل القرض قرضين وما حلتش المشكلة. الدكتور أحمد عاطف ما كان منه غير إنه لقى إن الحل المشكلة بتاعته دي إنه يخلص من الدكتورة منى اللي عليها القروض ومحدش يطالبهم. طب وبناته؟ قال لك اخلص منهم كمان عشان ما يقعدوش يدوروا على امهم. وفي اليوم اللي خطط على انه هيقتل فيه مراته وبناته، الست صبحت الصبح زي كل يوم، وصلت بنتها للباص بتاع المدرسة وطلعت شقتها كالعادة. بس كان هو بدأ خطته، افتعل معاها خناقة وضربها، وهي حاولت تقاومه، ومع مقاومتها راح ضربها بالبوكس عشان خاطر يغمى عليها، وبدأ يخنقها لما روحها طلعت. وبعد ما اتأكد إن هي ماتت جرها وحطها في الصالة ونايمها على ظهرها وتحتها مخدة، وكأنها كانت نايمة عادي. يعني كان عايز يقول إن هي نامت وما خدتش بالها إن في تسريب غاز. واللي حصل بعد كده هنعرف. بقى فاضله البنتين، راح جاب الكبيرة اللي في ثانوية عامة اللي اسمها زينة، ولما وصلت البيت ما خلاش تاخد بالها من مامتها اللي ميتة على الأرض. زينة دخلت أوضتها وهو كان وراها على طول، وبدأ يخنقها. البنت صرخت وقالت له يا بابا في ايه، انت مش طبيعي. بس هو ما رحمهاش وكمل خنق في البنت لغاية لما ماتت. وبقى قدامه زينة اللي عندها 8 سنين، ازاي هيتخلص منها هي كمان؟ زينة كل يوم بس بيحطها قدام الصيدلية بتاعت والدتها، ومامتها بتاخدها وتطلعها فوق. في اليوم ده البنت لقت باباها هو اللي مستنيها في الصيدلية، واللي خدها وروحها على البيت وقال لها ان ماما تعبانة وما نزلتش النهارده الصيدلية. البنت روحت معاه وكل اطمئنان، ولما دخلت الشقة ما ادهاش فرصة تدور على مامتها واختها، ودخلت على اوضتها على طول وقال لها يلا هلعب معاكي لعبة جميلة. الطفلة فرحت انها تلعب مع باباها اللي قال لها حط بلاستر على عينيكي. البنت افتكرتها استغماية، بس اتفاجئت ان هو حط بلاستر على بقها وخنقها وماتت في ايده. وبدأ يكمل تنفيذ خطته، حط التلاتة كلهم في الصالة كأنهم كانوا قاعدين في وضع طبيعي، والغاز اتسرب وماتوا. بس غلط الغلطة اللي كشفته، لأنه ده خد الفيزا بتاعت مراته يسحب منها فلوس وتريها الفيزا بتاعت حماته. حماته جات لها رسالة إن تم سحب 8000 جنيه من رصيدك. حماته اتصلت ببنتها تطمن عليها وتشوف هما سحبوا الفلوس في حاجة، المبلغ كبير فجأة، فافتكرت إن يكون حد عمل عملية ولا حاجة وعايزة تطمن عليهم. ولما اتصلت على بنتها ما بتردش، وبناتها كمان ما بيردوش، قلقت أكتر. حماته اتصلت ببنتها التانية وقالت لها إن في مبلغ السحب وأنا قلقانة يكون في حاجة عندهم وهم ما بيردوش حتى عليا. البنت خدت ولادها الاتنين وراحت عند اختها، ولما وصلت على باب الشقه لقت جزامهم كلها بره على الباب، بس برضه مفيش حد بيرد ولا حتى الدكتور نفسه بيرد عليهم. ولما فتحوا الباب ودخل عليهم لقوا الدكتوره وعلى الارض وبناتها الاتنين مخنوقين والغاز مال الشقه. وكان اللي ظهر ليهم ان اختها وبناتها ماتوا بسبب ان هم شموا الغاز وهم مش واخدين بالهم. طبعا الدكتور القاتل عمل نفسه مصدوم وحاول ان هو ينتحر عشان يقول ان انا حزينه على مراتي وبناتي. بس قبل تمثيليته ما تكمل كده الطب الشرعي قال كلمته وقال ان هم ماتوا مخنوقين مش بالغاز، لا ده مخنوقين باليد. وبلغوا ابنه مصطفى اللي حضر وهو مش مصدق ان ابوه يعمل كده في امه واخواته. وبسبب ايه؟ بسبب ديونه اللي هم ملهمش ذنب فيها. هو طبعا حاول ينكر بس الادله كلها ضده، الكاميرات مصوره وهو واخد البنت دي ورايح البنت التانية جابها من المدرسه وكانه بيجهز لحاجه. بس الحق لازم يظهر، واعترف بجريمته بالكامل وانه خطط لها بقاله مده، وقال ان هو مرضاش لمراته انها تتسجن بسبب القروض اللي هي جابتها عشان ديونه. معقول ده تفكير واحد متعلم وصل بالعلم بتاعه للدرجه دي يفكر انه يقتل مراته عشان ما تتسجنش؟ طب ما تدور انت على ازاي تسدد دينك بدل ما تسيبها تتسجن. وتم احالة الدكتور لمحكمة الجنايات، والابن وقف وقال القصاص من ابويا وعايز حق امي واخواتي البنات. طبعا كلنا معاه وبنقول للست اللي بتكرد عشان خاطر تنقذي جوزك فكري
مرة واتنين وتلاتة قبل ما تعمليها. ولو وصلت لغاية هنا عليك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتخش على باقي فيديوهات القناة، أكيد حاجات كتير هتستفيد منها. سلام.